الشرفين، قم وجه بالقلب نحو الحسين، ثم القم رأسه بسيف الهوى من بعد أن تلطمه عبد الرحمن الدمشقي. المهم أنه يقول بأن حادثة الغرانيق ليست صحيحة. وإذا أجد بمصدر محمد عبد الوهاب صاحب المذهب الوهابي في الصفحة 24 في كتابه مختصر سيرة الرسول، يقول يصحح رواية الغرانيق ويعترض على تصحيح محمد عبد الوهاب، يعترض عليه الغزالي والقرضاوي، وهما الغزالي إلى رحمة الله الشيخ محمد الغزالي، والقرضاوي حي يرزق. حيدر من كربلاء قد أخذنا الدروس وعلمت. كان في قضية ابن مسعود ينكر سورتين، وأنا أريد أبو منتصر أن يقسم كما أقسمت أنه وابن ماجه ومن الصحاح الستة كلهم يتفقون على أن في القرآن سورتان لا نقرأها اليوم، وأن في القرآن زيادة، وأن في القرآن نقصان، وهذا ما رواه. وحتى ذهب الاتهام إلى رسول الله بنفسه، ما أخرجه البخاري، أن رسول الله نفسه قال سمع رجلا يقرأ القرآن فقال وهو أعمى، فقال رحم الله فلان لقد ذكرني بآيات للعدل للحق لنهج التقى نعطي دماء من جراح الرؤوس. حيدر الخطاب في خلافته أفتى صراحة بأن من أجنب ولم يجد الماء فليترك الصلاة. نعم، تفضل أنت تتكلم عن جمهور المناظرين. أنا أتكلم عنه أحسن. نعم. أفتى في حياته في خلافته أيضا وهو خليفة المسلمين. إن حرموا الصدر بلطم الكفوف رؤوسنا نلطمها بالسيوف، وهذه الأسياف مرفوعة. أخرجه البخاري ومسلم. إذن أعطيك مثل على الأخ الكريم. أول ما بدأ كلامه قال اللهم صل على محمد وعلى أصحابه أجمعين. هذا التحريف، هذا المقصود بالتحريف. قال وآله. لا قال آله، أي آله مفروضة، لكن أصحابه لا، لأنه المطالب هم الأصحاب أن يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البخاري يقول جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك كيف نسلم عليك، ولكن لم نعرف كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما في أصحاب، الأصحاب هم المطالبين بالصلاة. فليش أجمعين؟ هذا التحريف. أجمعين معناها بما فيهم معاوية ويزيد وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعب. لا، خلينا أبو بكر وعمر، نحكوا على اللي الذي ثبت فسقهم في التاريخ وإجرامهم في التاريخ وزناهم في التاريخ، هؤلاء يصلى عليهم اليوم. طيب خلينا أوكي، أنا أقول للإخوان اللي ما يعرفونش هذه الأسياف مرفوعة وكل أرض هي أرض الطفوف. حيدر 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 بچه ها دست بابا خونی شده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو التحريف. أي نعم، لو سمح أنا ما قطعتك صح؟ سمحني. بارك الله فيك، أكرم الله وإياك بالهداية. طيب، قول الرافضي الكريم كما يلمزون نحن بالوهابية، لأنني أنا تأدبت معهم تكرما وقلت الشيعة، ونزهت لساني أن أتلفظ بلفظ الرافضة تكرما، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت لقد أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. على كل حال، الرافضي الكريم يعترض على صلاة أهل السنة والجماعة على الصحابة،
ويقول أن هذا من باب التحريف أو شيء من هذا القبيل. أقول هذا ناشئ عن الجهل العميق، جهل عميق جدا. ولذلك أكثر الناس الذين يضلون إنما يضلون بسبب الجهل، إنما يضلون بسبب الجهل، لأن سبب الجهل شيئان. الشيء الأول وهو سبب الضلال شيئان، الشيء الأول وهو الشبهات، الشيء الثاني وهو الشهوات. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود الذين ضلوا بسبب الشبهات، بسبب المغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا بسبب ماذا؟ بسبب الشهوات. والضالين الذين هم النصارى ضلوا بسبب الشبهات والجهل. أخونا الرافضي الكريم جاهل جهلا عميقا بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بنصوص السنة، ذلك أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة قالت له يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال اللهم صل عليك وعلى زوجك. ونحن مأمورون بماذا؟ نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نتبعه في ذلك ونصلي على من؟ نصلي على صحابته الكرام. عندما اتخذ الرافضة المبطلون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرضا لسهامهم وهدفا لطعناتهم، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك نحن نصلي على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضدا عليهم واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، أنا بالحقيقة لا أدري من أين أبتدئ، لأن الكلام الذي دار إنما هو تشغيبات وتهويشات لا تعتمد على دليل أصلا، وهي عن المناقشة العلمية بمعزل. أول شيء يقول أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أفتى بحرمة ماذا؟ بحرمة التيمم. طيب لو تفضلت أيها الرافضي الكريم المحترم بإتمام الحديث، عمر رضي الله تعالى عنه كان من الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحادثة التي نزلت فيها ماذا؟ التي نزلت فيها آية التيمم، ومع ذلك نسي. لماذا نسي؟ لأن النبي، أرجوك بارك الله فيكم لا تشوشوا علينا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو بشر من البشر ينسى كما ينسى البشر وليس بمنزه عن النسيان، فلذلك نسي رضي الله تعالى عنه. فلما سئل عن التيمم أنكره رضي الله تعالى عنه ونسيه، فذكره عمار، فلما ذكره عمار قال له إن شئت أن لا أحدث بهذا الحديث فلا أحدث، أي أنت يا عمر يا أمير المؤمنين تحمل مسؤولية منعي من هذا الحديث. قال لا، بل نوليك ما توليت. وهذا هو النص، هذا هو النص الذي أخفاه ولبس وغالط عباد الله الذين يسمعون، غالطهم هذا الرافضي الكريم المحترم. الأمر الثاني أن هذا يدل على جهل عميق جدا. لماذا؟ لأن إنكار شيء نسيانا هذا ليس من باب أبدا، هذا ليس من باب تحريف القرآن وليس من باب التحريف في شيء، ليس من باب التحريف في شيء، فهناك خلط وخبط شديد في هذا الموضوع. أمر آخر أن عمر رضي الله تعالى عنه إن كان يطعن فيه بأنه لا يعرف حكم التيمم فالطعن في علي أولى، في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، نعله تاج رأسنا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما كما ثبت في مصادر أهل السنة والجماعة. ومع ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يعرف حكم المذي، ولذلك كما ثبت عند أحمد رضي الله تعالى عنه بالسند الصحيح أن عليا كان يغتسل من المذي حتى تشقق ظهره ودخل عليه من ذلك عنة شديد، فأرسل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقداد بن عمرو، فقال له النبي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما علم بهذا، ضحك وقال فيه الوضوء، فيه الوضوء. فإن كان الطعن في عمر رضي الله تعالى عنه لأنه لم يعرف حكم التيمم، فالمطعن كذلك في علي بعقول هؤلاء الرافضة الجهال الذين لا يتقنون طرائق الاستدلال، فالمطعن كذلك في علي، ونسقط كل هؤلاء الصحابة الذين جهلوا بعض الجزئيات من الأحكام الشرعية ولا يبقى لنا دين، وهذا هو الأصل الذي تقوم عليه الرافضة. الأمر الآخر أن هذا الرجل يقول الرجل يقول مثلا أن الصلاة على الأصحاب أجمعين
معنى ذلك الصلاة على عمر، الصلاة على معاوية، الصلاة على يزيد. هذا يدل على جهل عميق، أن هذا الرجل لا يعرف بأن يزيد ليس من الصحابة. يزيد ليس من الصحابة حتى يدخل في عموم صلاتنا على صحابة النبي. لا تقاطعني أرجوك، لا تقاطعني. لا يدخل هذا في الصحابة. فلذلك هذا الرجل إنما دخل عليه الشر المسكين من قلة علمه وضحالة فهمه. الأمر الآخر أن الأخ الكريم الرافضي الآخر الذي يناظر دائما ماذا يفعل؟ اتهم أهل السنة والجماعة بالكذب، والكذب بهم أولى، ولنا في ذلك أدلة، منها أنه قال قبل أن آتي إلى هذا لكي لا أنسى أنه جاء بالكلام الذي قاله شيخنا عبد الرحمن دمشقي أبو عبيدة، أنكر حديث الغرانيق وحكم بضعفه. فجاء هذا الرجل الذي يتعالم وماذا قال؟ قال انظروا إلى تصحيح من؟ إلى تصحيح الشيخ محمد عبد الوهاب. هذا يدل على جهل عميق بأصول الاستدلال. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تشتري اللحم تذهب إلى اللحام، إذا أردت أن تستفسر عن الطب تذهب إلى الطبيب. والقاعدة عند العلماء ما هي؟ أن المعتبر في كل فن قول أهله، المعتبر في كل فن قول أهله. ولذلك إذا أردت أن تعرف حكم الحديث فعليك أن تذهب عند المحدثين، لا أن تذهب عند الفقهاء أو عند النحويين أو إلى قول سيبويه والكسائي. وفي ذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: وخذه أي الحديث الصحيح وخذه حيث حافظون عليه نص أو من مصنف بجامعه يخص. تأخذ الحديث الصحيح من أين أيها الرافضي الكريم؟ تأخذ الحديث الصحيح من حكم المحدث المعترف بحكمه وأنه ليس مرميا ولا مطعونا بتساهل، أو تأخذه من الكتاب المصنف الذي صنفه علماء هذا الشأن وفرسان الميدان الذين بينوا بين الصحيح والضعيف. أمر آخر أن هذا الرجل يتعالم علينا بقصة ماذا؟ بحديث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحك المعوذتين من المصاحف. نقول له رويدك فأنت جاهل جهلا عميقا بأصول الاستدلال. كيف ذلك؟ أنا أبين ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاءت رواية تقول لنا أنه كان يحك المصاحف، كان يحك المعوذتين من المصاحف. جميل جدا. أنا أتساءل، هذا القرآن الذي يقول أنه يأخذ به والذي هو من رواية عاصم هو مسند لمن؟ هو مسند ينتهي سنده إلى من؟ إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالتواتر عن عبد الله بن مسعود. هل تجد فيه المعوذتين أم لا تجد فيه المعوذتين؟ قطعا تجد فيه المعوذتين. إذن حصل عندنا تعارض بين روايتين. الرواية الأولى تقول أنه كان يحكهما من المصاحف، الرواية الثانية المتواترة عنه والتي هي بين يدي المسلمين اليوم هذا القرآن الذي يقول بأنه قرآن تجد فيها المعوذتين وهو مسند، هذا القرآن ينتهي سنده إلى ابن مسعود رضي الله تعالى. فأيهما نصدق؟ هل نصدق الرواية المتواترة أيها الرافضي الكريم العالم بأصول الاستدلال، أم نصدق رواية الآحاد التي كذبها بعض الفحول من المحدثين؟ كذبها الإمام النووي رحمه الله تعالى وحكم عليها بالوضع، وكذبها ابن حزم وحكم عليها بالوضع، وإن ردها كذلك الرازي الفخر الرازي. طيب لماذا ردها العلماء؟ ردها العلماء لأنهم رأوا فيها معارضة صريحة لما ثبت بالتواتر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. الذين قبلوا الرواية من أمثال ابن حجر رحمه الله تعالى، هل قبلوها بدون شرط ولا قيد؟ كلا، هم أعلم من أن يقبلوا هذه الرواية بدون شرط ولا قيد، وإنما قبلوها بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو التأويل. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ما نصه الرواية صحيحة والتأويل محتمل. الرواية صحيحة والتأويل محتمل. إذن إما أن تقبل رواية عبد الله بن مسعود التي يحك فيها هذه المصاحف، يحك فيها المعوذتين من المصاحف، وتعارض بها المتواتر وتكون عند ذلك من أجهل الناس وأغبى الناس، أو يحملك على ذلك التعصب للمذهب، وصدق من قال حبك شيء يعمي ويصم، وإن من بنى دين الرافضة على التعصب للمذهب وعلى أمثال هذه الاستدلالات الباطلة التي يحسبها الناس أنها جبال بينما هي في الحقيقة صوف منفوش إذا نفخت عليها بالعلم أصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا. هل تقبل رواية الآحاد وترد المتواتر؟ لا يقول بهذا عاقل. فإن قبلت رواية الآحاد ورددت المتواتر عن عبد الله بن مسعود وقبلت الرواية التي طعن فيها جمع من العلم، فإنك يلزمك قطعا حتما، دقيقة واحدة. نعم، قطعا حتما أن تفعل ماذا؟ أن تحل التعارض الواقع ما بين الروايتين. لأن القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أنه تقبل الأخبار
المتعارضة التي ظاهرها التعارض بشرط التأويل. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم يحاولون أن يؤولوا هذه الرواية الثابتة عن عبد الله بن مسعود، كما قالوا مثلا أنه إنما كان يحك المعوذتين من المصاحف لأنه كان يرى أنه لا يكتب في المصاحف إلا ما كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوقت قد انتهى، وهناك أطنان من الأكاذيب التي تحتاج إلى تمحيص، والحمد لله. رؤوسنا نلطمها بالسيوف وهذه الأسياف مرفوعة وكل أرض